انا جايب لكم موضوع مهم جدا. انا عارف علامات التمدد مع الحمل. هنبدا بجمله الامومه مش سهله بس مستاهله، وده الشعار اللي انت رافعاه اثناء فتره حملك عشان تتقبلي بيه اي تغيير ممكن يحصل في جلدك او شعرك او وزنك او غيره. انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري وتاخر الحمل. هتكلم النهارده عن واحده من ضمن الحاجات اللي بتحاول تتقبليها، الا وهي وجود علامات التمدد اثناء فتره الحمل او ما يعرف باسم ستريتش ماركس، اللي بتحاولي تعالجيها بكل الطرق. سواء بقى بتبدلي بين انواع الكريمات، تحاولي تتقبلي نفسك زي ما هي، تقفي في المرايه تقولي انا جميله، انا واثقه من نفسي. طيب تعالي مع بعض نعرف في الفيديو ده ايه هي علامات التمدد وليه بتظهر وازاي نحاول نقللها على قد ما نقدر ونتقبلها فعلا. علامات التمدد في الحمل هي عباره عن خطوط لونها في الاول بيبقى احمر او وردي، بعد كده لونها بيتحول للابيض، تظهر على جسم الحامل في اماكن مختلفه زي البطن والساقين، الكوع، اسفل الظهر وغيره. وهو بيحصل ل 90% من الحوامل، انت مش لوحدك. ايوه، كلهم بيحاولوا يعملوا زيك ويتقبلوا نفسهم زي ما هم. بتظهر علامات التمدد دي في الاسابيع الاولى من الحمل، اللي هي الاسبوع السادس للثامن. بتظهر في مناطق بدري عن مناطق تانية. بتظهر في الاول على البطن، وده نتيجه لنمو الجنين. اما انها تطلع على الظهر فده بيحصل في مراحل متاخره من الحمل. سببها تكسير الياف الالاستين اللي بتبقى موجوده تحت طبقه الجلد، وده بيحصل بسبب زياده الوزن وتمدد الجلد اللي بيحصل اثناء فتره الحمل. كمان التغيرات الهرمونيه اللي بتقلل من وجود طبقه الالياف دي وماده الكولاجين. سؤالك ايه اهميه المادتين دول؟ المادتين دول هما اللي بيخلوا الجلد يتحمل اكتر التمدد المفاجئ اللي ممكن يحصل ليه. مش بس عشان انت حامل تظهر لك علامات التمدد، هي كمان بتظهر لاسباب كتير زي الزياده السريعه في الوزن او النقص الشديد في مره واحده، زياده معدلات الكورتيزون في الجسم بسبب بعض المشاكل الصحيه، او استهلاك كميه كبيره من ادويه الكورتيزون، بعض اضرار الهرمونات. بالظبط، يعني الحمل مش المتهم الاول والرئيسي في التمدد. طيب سؤالك المهم، هنحاول نقللها ازاي او نتفاداها عشان اتقبل نفسي فعلا؟ اولا، بلاش اي كريمات بتحتوي على فيتامين اي ومشتقاته زي الريتينول. بتهتم جدا بترطيب الجسم اثناء فتره الحمل، ده هيقلل كتير من علامات التمدد. اشربي ميه كتير، على الاقل 8 كوبايات في اليوم. نحاول نهتم بالاكل اللي بناكله وناكل غذاء صحي متوازن. ناكل حاجات فيها اوميجا 3 كتير، مضادات اكسده، فيتامينات ومعادن زي الفاكهه والخضار والمكسرات. هنحاول على قدر الامكان نتحكم في السعرات الحراريه اللي تدخل لنا، وده هيساعدنا نتحكم في الوزن. واخيرا، لو استخدمنا كريمات لعلاج علامات التمدد اثناء فتره الحمل هنستخدمها بدري، هي لونها وردي لسه قبل ما تتحول للون الابيض عشان النتائج تكون احسن. في النهايه، علامات التمدد حاجه شائعه جدا خصوصا اثناء فتره الحمل، ما تستاهلش انها تكون مصدر ضيق وقلق ليكي. كل الحوامل وكل السيدات عندهم علامات تمدد بدرجات واشكال مختلفه، والاسباب متفاوته. والحل فعلا ان هم يبداوا يتقبلوا نفسهم، بيحاولوا يقللوها بقدر الامكان، بس في النهايه كل ده هيروح مع اول مره تشوفوا فيه البيبي وتقومي بالسلامه.